في الخط الامامي ماذا تغير؟ وراسل الحربه سفيان رحيمي. اليوم ياتي دور ليقود خط هجوم المنتخب المغربي. اللاعب الذي غاب في المباراه الماضيه بسبب عقوبه الايقاف هو يرجع، والكعبي يبقى على مستوى دكه البدلاء. اذا تغييران حصل مقاتل مع المباراه الماضيه. عمل السلسولي راوح السلسولي في المباراه الماضيه امام المنتخب الكابوني. تمشي كره مباشره لعبد الصمد العرضيه، فرصه الجول ابراهيم عاد مبدع. فرانسفيل عاد فنان ملحمه فرانسفيل ليسجل هنا، ليبدع هنا مره اخرى وليضع بصمته في ليله جميله جدا بالملعب الشرفي لمدينه وجده. هنا ياتي الخبر السار المبكر في الدقائق الاولى من اول لمسه يا ابراهيم. سفيان رحيمي طبعا الكبار 10 اكثر الاسماء حمله لقميص المنتخب المغربي. تابع لسفيان رحيمي والثاني. غريبه الياس الثاني كان قريب بعد عمليه فنيه ممتازه. سفيان الثاني جاي السلسولي استلم الكره العرضيه المتابعه من ادم ازلو يتقدم الكره الاماميه. سفيان رحيمي السلسولي لا زالت مغربيه. ابراهيم الثاني نجم الريال يعلنها بقوه هنا في وجده. انا نجم الليله اللاعب رقم 10 يمتعنا مره اخرى، يظهر كامل امكانياته لاسعاد الجماهير المغربيه. الجوهره في وسط الميدان ابراهيم دياس، الريال ابراهيم، المغربي ابراهيم الى منطقه الجزاء يناصر منتخب ليسوتو. الركنيه مرفوعه في القائمه الثاني والثالث يضيع عن طريق اللاعب جمال حركس. كان هناك نقاش مع حكم المباراة، ماذا هناك؟ الهاتريك والباس رائع من ابراهيم الثالث. سوري رحيمي يطلبها ومنطقة الجزاء ممكن تتسدد تسديدة لكن بعيدة تماما. يدخل رحيمي العرضية في القائمة الثانية بالراس. بعد ذلك تصل للقوة الهجومية الرهيبة التي يطير المنتخب المغربي. الدوري الاسباني مع نادي ريال مدريد وفي مشوار الكرة في القائمة الثانية بالراس. الراست او في الايام الماضية مع مانشستر بينما كرة امامية والسعودي نصير المزراوي لكن تمر جانبية بعد ذلك. هذا هو نصير الاسم الذي كنت اتكلم عنه وعن تطور بالاحرى بمرر ونصير العرض دخل وعزدين استلم تمشي الكرة لإلياس الرحيمي الذي لا يرحم الحراس. باراسيا هنا سفيان رحيمي يواصل مسلسل الاهداف الليله في المباراه الختاميه للتصفية الافريقيه. الرحيمي بالراس يأكد العمل الكبير الاونه الاخيره لوليد الركراكي. مزراوي ممتازه محاوله المرور بينما كره اماميه. هنا اللقطه ممكن ياتي الرابع السوبر ابراهيم في ليله تاريخيه، ليله استثنائيه. الهاتريك الاول بالنسبه لابراهيم دياس. هذا توقعناه مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الاستثنائي في الاجواء الاستثنائيه. ابراهيم دياس نجم من النجوم. ممكن الخمسه جزاء ركله جزاء بطريقه ذكيه بطريقه المعروف. الرحيمي يطلق الاشاره سفيان والخامس نعم 5 وخميس يا رحيمي في الشوط الاول. هجوم بامتياز هاتريك ابراهيم والثنائيه سفيان رحيمي في الهاجم لابراهيم البينيه ممتازه. سفيان خلال دقائق الشوط الثاني
يرفع كرة في القائمة الثاني عن طريق ابراهيم، حتى رائعة لبلال قبل الجابوني، وقبل ذلك سلف المغرب بحكم انه هو المنظم. هذه الكره المغربي ب6 اهداف مقابل لا شيء امام ديال الاوراش مشاهدينا الكرام. ولكن هذا طبعا كان لمصلحه. هي هذه الكره الان كره وصلت الى عبد الصمد في المخالفه. نعم، مخالفه تاتي وبالتالي ضربه ادم اسنو، لكن في النهايه الميدان التسديد تاع جمال حركاس والمع لاعب اسدين اوناحي. وصلت الكره الى جهه اليوم مع سفيان رحيمي، عندك الفوز الزولي عبد الصمد بعيده لنجم ريال مدريد مكسب كذا. في ركله جزاء نزلت مغربي اسماعيل السيباري سدد الكره، لا زالت هنا الهجمه متواصله. في النهايه تخرج الى ضربه مرمى. احتجاج على اللغو بعد ذلك ايوب الكعبي. يوسف وعبد الصمد، مر عبد الصمد هذه اماميه في اتجاه ايوب الكعبي، وخروج على تنفيذ عبد الصمد. يرفع كره عبد الصمد في الموعد من راسية يمنح السداسية للنخبة المغربية. اسماعيل يضع بصمته في المباراة في منتهى الذكاء. هو اسماعيل يشيدكم، هو اسماعيل البديل، دخل فسجل. هات الإعادة، هات الصورة للمسة اسماعيل السيباري. الكل يستمتع في المدرجات وفي